تصريح خطير جدا من مدرب المنتخب الكندي في أول ظهور له بعد خسارة أمام الأسود ب3-0. يصفع صحفيا جزائريا داخل البلاطوات وينتصر للمغاربة. لكن قبل أن نبدأ في سرد المزيد حول هذا الخبر الحصري ونعلم تفاصيلها، إذا كنت ترى بأن المنتخب المغربي يستاهل أن يكون في الدور 8، ضع لايك للفيديو لكي ينتشر. بعد شد وجذب، نعم، الأسود يزأرون اليوم في المكسيك وكندا. كندا الدولة التي تنظم الآن كأس العالم رسميا تقسى على يد الأسود بضربة قاضية جدا من تسجيل اللاعبين المغاربة. أناحي النحيلة حيث سجل هدفين يتاليهما الرحيم بهدف ثالث قاتل ثم هدف في الضربة القاضية. يرى مراقبون بأن المدرب الهولندي أو المدرب عفوا الكندي الآن يبكي من شدة الألم داخل بلاطوات، ليعلم جميع أن المغرب هو الأقوى في هذه المنافسة.